ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. خلينا نسمع الفنان الكبير محمد صبحي قال ايه وهو بينتقد فيلم الست. وكل صناع هذا الفيلم عباقرة وقدموا فيلم عظيم ورائع. انا معترض ان انا ما اخبيش، هفترض ان ده حقيقي، ما اخبيش بعض اللفتات اللي يقول لي انا بمثل بخلي ام كلثوم تنهار. ما هي بشر، تنهار تبقى قله الادب. يعني خليها تنهار بس ما تبقاش قله الادب وعصبيه وتضرب بتاعه وتتخانق مع ابوها وتخسر اخوها. انا ماليش علاقه بده. لما جيت اكرم، انتوا عظماء عملتوا فيلم يكرم ام كلثوم. ده فنان كبير بيقول رأيه بكل احترام، ولا شتيمة ولا قلة أدب ولا إسفاف. يكونوا قبل ما يناموا آخر حاجة شافوها حاجة تخلي مخهم أفضل وحياتهم أحسن. تصور صدقتك؟ لا صدقني، أنا بكلمك بجد وأنت عارف أنا بحبك قد إيه، ومصر كلها بتحبك. لسه بقول إن أنت في الوجدان، أنت مكون وجداننا يعني في أشياء كثيرة في حياتي أنا شخصيا كإنسان أنت مكونها يعني. ربنا يخليك. نفس محمد صبحي، نفس الاسم، نفس التاريخ. كان محمد صبحي كان عنده تصريحات يرى أن هناك مؤامرة على الفن المصري. محمد صبحي من حقه ينتقد أي عمل فني زي أي إنسان وزي أي فنان وزي أي إعلامي محترم. طب أنت عملت إيه قريب من ده يا أستاذ محمد؟ يا أستاذ محمد، لما تكون عندك رغبة في الانتقام انتقي انتقامك بعيدا عن عمل متميز. من حق أي إعلامي ينتقد أي فنان، لكن اللي مش من حق أي حد اللي هو يشتم ويقلل من دور كبير اتعمل. اللي عايز تعمل مؤامرة عشان تغطي على مشكلة السواق، ما انت لقيت موضوع السواق اللي جري وراك يا عيني يلهث في العربية بعد ما مسحت بيه الأرض، فانت قررت ببساطة ان انت تعمل اي فقاعة علشان الناس تنسى موضوع السواق. وهنا بيقول للفنان الكبير محمد صبحي انت بتنتقد علشان موضوع السواق، يعني فجأة تاريخ الراجل كله بيضيع علشان مفتاح عربية وعلشان سواق مهمل في عمله، مع احترامي لسنه الكبير. تعال نشوف السواق وهو قاعد ومأنتخ وسايب شغله ومش مهتم بعمله، والجمهور بيفرم في الفنان الكبير محمد صبحي. وكلنا عارفين ان الفنان محمد صبحي بيعدي كل شوية بوعكة صحية. السواق قاعد اهو جنب ده في الكواليس، وهنا في سيد النظافه اللي بيمسح في صابون والارض مبلوله وزي الغرقه، وهو على ايمن محمد صبحي كده تمام كده من الساعه كام؟ هنا جاله تليفون ابتدى يقوم اهو، طلع يجري الاستاذ محمد صبحي وبيطلع مفاتيح من ويطلع والجمهور ملفوف حواليه، والسواق قاعد مأنتخ، لا مستعجل ولا متضايق. احنا مش بنحاكم حد، بس بنرفض الظلم وتشويه التاريخ. عايز اقول انك انت لو عايز تقول رايك الفني قول، عايز تقول رايك اللي مش فني برضه قول، لكن حبيبتي يا رايقه مش وقته يا اختي. انك تتجاوز او تتطاول او تتعدى حدودك هو ده اللي مش مقبول. وحياة خالتك سخرية وقلة احترام. بس الحقيقة ان محمد صبحي مش محتاج حد يعلمه يعني ايه فن. الفرق بين النقد والإهانة ان النقد بيرفع صاحبه، لكن الإهانة بتفضح صاحبها. ليه بقى ما نلاقيش حاجه نداري بيها على موضوع السواق يا عيني حرام اللي حصل له، فنصدر فتنه ونوقع شعبين في بعض عشان نغلوش وننسى على عمله السواق او ننسى عمله السواق. المسكين يا عيني كان بيجري وراه في العربيه ولا عبر ابنه طلع محروق دم ولا مجنون، ولا هنعمل ايه؟ نغلوش. احنا صاحيين مش هنغلوش. فيلم بقاله شهرين بيتهاجم، اشمعنى قررت تتحفنا برايك بعد مشكله السواق المسكين؟ ما اتحفتناش بهذا الراي العظيم ليه قبل موضوع السواق؟ لا اسكت الله لك حسا، ما سمعناش حسك ليه؟ احنا عايزين نطمنك اننا مش هننسى موضوع السواق ولا المنظر الغير انساني اللي شفناه ومصر كلها شافته، وانه لما نحب نداري على قصه زي قصه السواق كده نشوف قصه ثانيه نتكلم فيها. ياسمين بتتكلم نفس كلام عمرو أديب، وكأن الكلام واحد اللي متوزع عليهم هما الاثنين، لأن في النهاية الكفيل واحد. تلزم حدودك وتلتزم بالآداب العامة والأخلاق والقيم العامة اللي احنا اتربينا عليها. حطي على خيمتك باجور يا ام، اتوكسي يا اختي. انا لو مكانك اتوكس. تعرف بتقول ايه وما تقولش ايه، لأنه عيب
عيب عيب عيب عيب. كلام ده عيب 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 عيب، وانا بقول لك كلام سكس. مضموزيل مضموزيل، الكلب عمره ما يفات. وهو الطبيعي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لما يتعمل فيلم كبير زي فيلم الست ام كلثوم، المفروض نسمع نقد محترم. ولما ندور على النقد المحترم البناء هنسمع نقد مين غير الفنان الكبير محمد صبحي اللي عاصر الست ام كلثوم. ام كلثوم طلعوا عليها انها بخيله، مفيش اكرم من السيده ام كلثوم. يعني من الاخر يا جماعه، لما يتعمل فيلم زي فيلم الست، وده فيلم بيعبر عن الهرم الرابع عندنا في مصر، لما نحب نسمع اراء هنسمع اراء مين؟ وهنسمع نقد بناء مين غير فنان زي الفنان الكبير محمد صبحي. ما هو احنا مش هنسمع نقد مثلا من الاستاذ عمرو اديب، ولا من الاستاذه ياسمين، ولا حتى من الكفيل اللي مشغلهم. هو الطبيعي ان احنا نسمع نقد محترم من فنان زي الفنان له قيمه وليه تاريخ زي الفنان محمد صبحي، ونستغل وجوده. دي فنان من الفنانين القدام اللي عصروا الست ام كلثوم، ومن حقه ان هو ينتقد ويبقى مش عاجبه، ويبقى عاجبه حاجات ومش عاجبه حاجات، لان ده فنان كبير عاصر الست ام كلثوم الفنان محمد صبحي. الناس بتنشر عينها، والناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا